السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم جبت لكم مملحات عراقية بسيطة وسهلة نوعا ما. اولا نحتاج الى عجينة المورقة، ما حبيش نمد لكم الوصفة تاعها لانه اصلا موجودة بزاف في اليوتيوب. اذا نفتحوها بهذا الشكل ونبداو نطبعوها بهذا الطابع. لهنا حبيت نقول لكم انه الطابع مهم جدا في الفيتاج تاع لي فولوفون. لازم يكون حاد ويخلي ما يغلقش على الطبقات، فهمتوا؟ ما يطبعش الطبقات باش يتغلقوا. آه لهنايا زدت عاود دوكا قطعتها بالصغير ودرت واحدة فوق واحدة باش تجي منفخة اكثر. نغلقو بالماء. السر الثاني باش تتنفخ هي نغلقو بالماء ماشي بالبيض. الا غلقنا بالبيض راح تغلق على الفايتاج وما تتنفخش. الا هنايا ندخلوها للكونجيلاتور لي فولوفون باش نديروها ان شوك تيرميك ونشعلوه على الفور دوكا. الا هنا راح ناخذ باقي العجينه ونفتحها مليح مليح ونبدا نقطع فيها بهذا الشكل، حوالي العرض تاعها 1 مليمتر. نقطع 3 كما قلت لكم. لي فولوفون دخلتهم للكونجيلاتور وفي هذا الوقت شعلت على الفور باش يسخن مليح على اقصى درجه. لهنا نحكمهم بين 3 لهنايا. لهنايا نبدا نصفر فيهم. لهنا الفيديو خليته يمشي بعقله باش تعرفوا كيفاش صفرتها. خدمت اليد تاع السله. هذا النوع من الفيديوهات كاين يحين الاعجاب، كاين اللي حيقولوا يعني بزاف. لكن يعني كاين هواة لهذا الحوايج. لهنا شوفوا كيفاش راني نضغط عليها باش ما تتفتحش وباش تجي مغلوقه صفيره بهذا الشكل. شوفوا يعني العجينة المورقة أو المملحات، العجينة المورقة سهل ممتنع، يعني قادرين يتنفخوا لكم بسهولة، ما كان حتى مشكل. لهنايا بعد ما كملت الصفيرة راح نغلق عليها هكا ونقطع الزوائد اللي ماهمش مضفورين بهذا الشكل ونديرها على شكل سلة عادي جدا سهلة مهلة. لهنايا ندهنوها بصفار البيض. انا البانسو هذا ما ساعدنيش لانه كبير. انا استعملت يدي، اذا عندكم هذاك البانسو الصغير كامل استعملوه. استعملت يدي لانه انا ما نعيفش، سورتو اذا غسلت يدي عادي جدا نقايا لاباس بهم. هنا نروحوا لي فولوفون. لي فولوفون كنت خرجتهم من الكونجيلاتور، دهنتهم بصفار البيض. مهم جدا انكم كي تدهنوهم ما تقيسوش كامل، ما تسيحوش كامل. اذا سيحتوا راح ثانيك تغلقوا على الفيتاج. ندخلوهم يطيبوا على نار عاليه. كي نشوفوهم طلعوا مليح نقصولها ونخلوها تطيب في غرضها، لازم يطيبوا في غرضهم. انا شبحتهم بالسانوج. نروح لكريمه الجبن. كريمه الجبن نحتاج الى 2 كيسان حليب، 4 ملاعق كبار بومبي فرينه، وملعقه زبده، وصفار حبه بيض، و50 غرام جبن مبشور، وربع حبات من 3 إلى 4 حبات جبن. نخلطوها مليح بعيدا على النار. من بعد نحطوها على النار ونكملو نخلطو باش يذوبوا المكونات كيما الجبن والزبدة. لكن الفرينة لازم تكون ذابت في هذه المرحلة قبل ما نحطوها على النار. لهنايا نخلطوها كي تعقد.
نحوها على النار، نديرو عليها بابي فيلم اون كونتاكت ديريكت ونخلوها تبرد. نروحو للحشوة. الحشوة واش درت البصل، لهنا حسيت درت كثرت، نقصت شوية، خليته تقلى مليح. كي تقلى لهنايا راح نضيف الدجاج، خليته مع شوية معدنوس هكا، وضفت الدجاج. عندك تقدروا ديروا دجاج داند، يعني واش حبيتوا. لهنايا بعد ما طاب الدجاج ضفت الزيتون الأخضر، وكي طاب كلش ضفت المعدنوس. من بعد واش راح ندير، راح ناخذ من كريمة الجبن اللي كنت وجدتها وبردت، نضيفها للحشوة هذه باش تكون هي الرابط بين مكونات الحشوة، وتزيد تطريها أكثر. إلا هنايا كاينة حاجة أنا نسيت ما درتهاش، هي ما ثقبتش الفرشيطة لي فولفون بالفرشيطة، نتوما ثقبوها، أنا نسيتها حتى كي خرجت لقيتها منفخة باش ثقبتها. المهم نعمروها بالحشوة بهذا الشكل. تقدروا تحبسوا عند هذه المرحلة، لكن أنا واش درت، عمرت لابوش لا كريم فرomاج اللي كنا خدمناها، ودرت دي غوزاس، درت نوعين من لي غوزاس. بصح الأولى اللي جات شابة، ودرت هذه السلة اليد عفوا. هذا ما كان، لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنسوش يا البنات الجيم، بارتاج او كومنتار، والى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.